اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب ينور اعجابكم. بصوا بقى النهارده هنعمل ايه. الاولاد طلبوا مني عايزين ياكلوا اكل من بره، عايزين ايه تحديدا؟ شاورما. تمام، فقلت لهم لا تعالوا عندنا فرخية حلوة نطلعها ونشفيها مع بعضينا واعمل لكم اللي انتوا عايزينه. تمام، هما برضو طلباتهم اوامر. فمسكت الفرخية زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي معايا. هي كانت مجمدة شوية، وانا طبعا الاولاد كانوا عندهم دروس فكنت عايزة اكلهم قبل الدرس. تمام، فهمسك الفرخية كده واقطعها معاكم. تمام. طب انت يا ام ايه هتعملي الفرخة كلها؟ لا طبعا مش هعمل الفرخة كلها، انا هاخد ربع الصدر بس منها. هتشوفوا معايا دلوقتي انا هعمل ايه. تمام. فانا هنا بدأت اخليها واشيل العظم منها علشان اخد الصدر منها اعمله. وبعد كده بجيت الفرخة اشيلها مثلا اعملها اي اكل تاني. تمام، هبقى اشارككم كل حاجة، وكل حاجة هنعملها مع بعض بإذن الله. انا اخدت ربع واحد اهو منها، هبدأ ان انا اخليه. وخلينا مع بعض قبل كده الفراخ وانتوا كلكم شطار وعارفين اهو. من عند المفصل بتاع الجناح كده، واروح مشرحاها بالسكينة وعلى طول ابص الاقي العظم فصل لوحدي مني. هبدأ بقى كده ان انا في النص اخدها كده زي فتحة، وابدأ اشرح كده زي ما انتوا شايفين. هنا كنت اخلصتها كلها اهي زي ما انتوا شايفين كده معايا. اخد الربع اللي انا هعمله النهارده الشاورما، والباقي اغسله واصفيه واظبطه واروح مكيساه. هنا ده اغسله بالملح والليمون واخليه زي الفل زي ما انتوا عارفين طريقتي في نجع الطيور والفراخ. بعد ما خلصته غسل وتمام وفي مصفى بيتصفى، ولو فيها كوباية زبادي. تمام، علشان نعمل التتبيلة بتاعت الشاورما. تمام، لو كنا وصلنا لحد هنا ما ننساش الاشتراك في القناة يا حبايبي، ونحط اللايك فضلا وليس أمرا. تمام. يبقى هنا كوباية زبادي ومعلقة خل. أنا ماشية معاكم واحدة واحدة وبالتدريج. التوابل بتاعتي: ملح، فلفل أسود، بابريكا، توم باودر وبصل باودر. وخلاص على كده، مش بستخدم أي حاجة غير دول. يبقى بصل باودر، توم باودر، ملح، بابريكا، بصل باودر وتوم باودر. بس كده طبعا، وفلفل اسود. اذا كانت فراخ يبقى فلفل اسود. تمام اهو. ابدا بقى ان انا اقلب الخليط ده كله مع معلقه واحده زيت. يبقى معلقه زيت، معلقه خل، بصل باودر وتوم باودر، بابريكا، فلفل اسود، وملح ومعلقه زيت. بس كده. تمام، والفراخ بتاعتي مغسولة ومتصفية وزي الفل. هنزل على الخلطة الحلوة دي. حابين تضيفوا مستردة ضيفوا، حابين تضيفوا كاتشب ضيفوا. بس أنا ما كانش عندي فاستكفيت بدول. شوفوا لي الصدر، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان حجمه كبير ازاي، اللهم لك الحمد والشكر. كفانا، والسندوتش كان مشبع وأوفر من بره طبعا بكتير وأنضف. تمام. اخد الخلطة دي ابدأ ان انا اقلبها كويس زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان هي تتشرب كلها من التتبيلة. واركنها بقى ساعة اتنين تلاتة اشتغل فيها على طول حسب ما تحبوا يا حبايبي. لكن انا زي ما قلت لكم الاولاد كان عندهم درس، فكنت هخلص على طول وهبدأ. ليه؟ علشان خاطر ايه؟ ننجز وبعد كده نشوف مذاكرتنا. ربنا يوفق اولادنا جميعا. امبارح كنا بنقول اخدنا الاجازه، النهارده بدأنا دروس. يعني مش حاسه اصلا ان احنا اخدنا الاجازه، ولا انا عشان اتشغلت في الفرح ولا ايه؟ مش فاهمه، فالله المستعان بقى. تمام، هبدأ ان انا اغطي التتبيله بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هبدأ اعمل العيش بتاع الشاورما. بعمله ازاي؟ نص كيلو، انا هعمل على جدينا. نص كيلو دقيق، وكوبايه ونص ميه، وذره ملح وذره سكر. بس ولا اكتر ولا اقل. هعجن الكلام ده كله مع بعضيه لحد ما يبقى عجينة ناعمة خالص في ايديا. هي تعتبر كده زي عجينة الفطير المشلتت. بس دي طريقتي، فما اعرفش بقى انا صح ولا غلط. بس انا بعملها وتشوفوا النتيجة في الاخر معايا ازاي. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ادي المية اهي اضيفها على الدقيق وهبدأ اعجن. بس يبقى مية ودقيق وملح وسكر. بس كده أبدأ إن أنا أعجن العجينة دي لحد ما أخليها تكون ملمسها ناعم معايا أهو. إيه رأيكم؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.
طبعًا كل ما أعجن العجينة كل ما تكون كويسة معايا، وكل ما تنعم معايا. هنا بقى وصلت للمرحلة دي كده العجينة لسه ما استوتش معايا، لازم أفضل أملّك فيها وأسمّغ فيها كويس بحيث إن يبقى الملمس بتاعها ناعم، وأشد فيها كده تكون عاملة زي اللبان. فاهمين أنتم أنا أقصد إيه؟ بس هنا كده العجينة وصلت للي أنا عايزاه. هنا معايا بقى معلقتين دقيق. شوفوا لي بقى إيه دي اسمها تلحيسة للعيش. فشوفوا أنا هاعمل إيه، معلقتين دقيق وحوالي ربع كوباية زيت، وهاقلّب الكلام ده كله مع بعض. ليا أم إياد هتشوفوا دلوقتي أنا هاعمل إيه. ما باقول لكم أنا دي طريقتي، فمش عارفة أنتم زيي بتعملوها كده والّا إيه؟ فاكتبوا لي في الكومنتات أنا كده صح والّا غلط. بس أنا الطريقة دي من زمان معتمداها وباعملها على طول. أهو، إيه رأيكم؟ تحفة، تحفة، تحفة. كده عامل زي الطحينة. تمام، هاركنه على جنب. بس هنا بقى آخد شوية دقيق علشان آخد العجينة بتاعتي وأبدأ إن أنا أقطعها أو أكورها زي ما تقولوا قولوا. شوفوا لي العجينة بقى وشوفوا لي جمالها. تمام، حلوة خالص الله أكبر. هاخد العجينة دي أقطعها قطع زي ما أنا عايزة، الحجم اللي أنا عايزاه للرغيف أعمله. تمام، شايفين العجينة؟ هو ده اللي أنا أقصده، تمط معانا كده زي اللبانة. تمام، أبدأ بقى إن أنا أبل العجينة كده بإيديا دقيق، وأبدأ إن أنا أقطعها. أنا باحب الرغيف يكون صغير ما يكونش كبير. أهو، أنا حاباه يكون كده. تمام، أنتم بقى حابين تكبروا حابين تصغروا أنتم براحتكم. هاكمل العجينة دي كلها تقطيع، وبعد كده أروح مغطياها بكيس علشان الوش بتاعها ما ينشفش معايا. تمام، يبقى أنا عجنت مية ودقيق وذرة سكر وذرة ملح، وبعد كده إيه سِبت العجينة ترتاح شوية. عقبال ما العجينة ترتاح عملت حاجة كده اسمها التلحيسة للعيش. هتشوفوا أنا هاعمل بيها إيه دلوقتي. معلقتين 3 دقيق على ربع كوباية زيت وأقلبهم لحد ما يكونوا زي الطحينة. أركنهم. بعد كده العجينة بتاعتي بدأت ترتاح آخدها وأبدأ بالنشابة إن أنا أفردها زي ما أنتم كده شايفين معايا. أفردها صغير على قد إيه كأني يعني باكل رغيف عيش كده صغير من بتاع المخبز، وأركنها. أفرد وأرج كل 3 4 رجاجات وأركنهم على جنب. تمام أهو، بالسمك ده. آخد واحدة كمان وأفردها معاكم. ليه يا أم إياد هتشوفوا دلوقتي معايا أنا هاعمل فيها إيه. يعني أنا قطعتها واللي ارتاحوا أنا أخدتهم وبدأت إن أنا بالنشابة أفردهم. الحجم ده أعمل 5 أو 6 أو 4 زي ما بقى إيه طاقتِك تجيب معاكِ في الأول. تمام، دايمًا كده اعملوا تجربة في واحدة والّا 2. لو لقيتوا الوصفة مشيت معاكم صح عادي ما فيش مشاكل، كرروها تاني. أول أصلًا ما الحاجة بتنجح معاكم أنتم نفسكم بتتفتح وبتكونوا حابين إنكم أنتم إيه تكمّلوا. يعني مش تكونوا متعجدين ولا متضايقين الوصفة باظت معانا ولا أي حاجة. بس أهو، هنا بقى هابدأ بقى إن أنا أخلّصهم كلّهم زي ما أنتم شايفين كده معايا. أنا عملت 4، عملت 4 علشان أورّيكم. هاخد أول رغيف عملته وأخلّيه على الرخامة. شوفوا لي التلحيسة دي هتعمل إيه يا أم إياد. هاخد منها كده وبفرشة والّا بمعلقة وأبدأ إن أنا أدهن على أول رُجاجة عملتها. إيه اللي بتعمليه ده يا أم إياد؟ اصبروا بس وشوفوا أم إياد بتعمل إيه. تمام، أهو. أدهن كده أول رُجاجة وأبدأ إن أنا أغطّيها بالرُجاجة التانية. تمام، أهو. أيوه، هو ده المطلوب. أغطّيها، بعد كده أعمل نفس الحركة، أضيف يعني بين الرُجاجة والرُجاجة أروح أضيف من الخليط ده معايا. تمام، ليه؟ فايدته إيه اللي أنتِ بتعمليه ده يا أم إياد؟ ده اللي بيخلّي لي الرغيف مورّج، ده اللي بيخلّيه لي زي بتاع برّه وبيكون طري وبيكون تحفة. بس كده. أفضل بقى وهكذا مرارًا وتكرارًا لحد ما أخلّص الكمية معايا. ملحوظة يا ريت ما تعملوش عدد أرغفة كبير، لأ خلّيكم في المرتاح قليل، قليل علشان إيه، ينفع معاكم ويعني إيه ما تكونوش يعني متقدّرين كده إن حاجة باظت منكم أو ما نفعتش. عملتهم ركنتهم يرتاحوا 5 دقايق وهابدأ بالنشّابة إن أنا أفرد الكلام ده. تمام؟ أفضل بقى أنعّم فيه، أفردها لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه. شايفين بتتفرد معايا وبكل سهولة وبالراحة وزي الفل. وهتشوفوا دلوقتي الرُّجاج اللي أنا هاخده شكله إيه. تمام؟
تابعي بس معايا واتبعي الخطوات دي، وإن شاء الله النتيجة هتنول إعجابكم. شايفين الطبقات؟ كل ده هيبقى زي الفل معانا دلوقتي أهو. هنا كنت خلصت بقى الرقاق. شايفين دي من الجنب؟ شايفين الرقاقة ايه؟ هي ده الرج اللي انا عايزاه. بس هنا صينية على النار ولا طاسة، وأبدأ إن أنا أسخنها خالص وعلى نار عالية، وأنزل بالطبقة دي كلها مرة. كل ده يا ياد رغيف شاورما. هتشوفوا يا حبايبي دلوقتي معايا على نار عالية. وبدأت أهو. اللقطة دي جت تاني ليه بقى؟ مش فاهمة، ما علينا. أهو ضفتها في الطاسة بتاعتي أو في الصينية، ما يشترطش تيفال، عادي أهي صينية ألمونيوم بتاعت البسبوسة شغالة معايا وزي الفل، على نار عالية لحد ما تتشمع من تحت. تمام. أول ما تتشمع من تحت كده تبص تلاقيها بدأت إن هي تعمل فقاقيع. اعرف إن كده كده ماشية تمام وزي الفل. طبعا أنا بشاور لكم عليها بالمعلقة، لكن العجينة علشان بيضة فمش باينة. بس أهو كده. هبدأ بقى إن أنا أقلبها معاكم واحدة واحدة. شايفين؟ أيوة، ده اللون اللي أنا عايزاه. وأقلب العجينة بتاعتي. شايفين انتوا بقى؟ أعتقد كده فهمتوا أنا هعمل إيه. أنا أول ما قلبتها هبدأ إن أنا أفرع من العجينة الطبقات. شايفين؟ إيه رأيكم؟ وبكل سهولة. عرفتوا بقى ايه فايدة التلحيسة اللي انا عاملاها؟ بتساعدني ان انا اورج الطبقات كويس. طبعا انا لقيتها لسه ما استوتش، فهسيبها تاني عادي مفيش مشاكل. اللي شابك في بعض عادي هينفصل وبكل سهولة. شايفين؟ اهو. اهو اديني بفرغها قدامكم والله العظيم، مش مخبية عليكم اي حاجة. الطريقة دي انا معتمداها من زمان وبحبها، وبتديني طريقة العيش حلوة. شايفين؟ شايفين الرغيف رقيق ازاي؟ الكاميرا مش جايباه على فكرة بسهولة، لا هو شكل الرغيف احلى واحلى واحلى. اهو قلبتها على الناحية التانية. ادي اول رقاقة معايا اهو. ايه رأيكم؟ انت عندك طريقة تاني وحابة تعتمديها عادي مفيش مشاكل. هنا بقى كنت خلصت الكمية كلها مرارا وتكرار لحد ما طلعت كده معايا. شايفين الرغيف منظره عامل ازاي؟ شايفين؟ لقيت الحافات مليانة شوية عادي، بمقص المطبخ عادي وشيلها وظبطيها عادي مفيش مشاكل خالص. اهو رقيق وحلو خالص، والعيش كان جميل ولذيذ وزي الفل. وعملتيهم من البيت ووفرتي وبسطتي أولادك ودلعتيهم. شايفين؟ يا رب يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. ايه رأيكم؟ فعلا منظر العيش يفتح النفس. اهو انا من كتر حلاوته ما كنتش عايزه اسيبه. هنا بقى معايا صينيه على النار. هضيف نفس الصينيه اللي عملت فيها عيش الشاورما، غسلتها. وهبدأ ان انا اضيف فيها معلقه سمنه علشان نعمل الشاورما. اهو شايفين اتجدحت معايا ازاي؟ علشان انزل بالشاورما ما تنزلش الميه بتاعتها. انا طريقتي دي بيها بتكون سندوتشات بسيطه للاولاد. والله بقى تسموها شاورما، تسموها سندوتشات فراخ، زي ما تسموها سموها عادي. بس هو انا معتمداها من زمان وحبيت اشارك وصفتي، بس مش اكتر. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يا ريت يا حبيبي ما ننساش الاشتراك في القناه ونحط اللايك علشان عيلتي تكبر بيكو. اهو هنا بقى شايفين ولا نقطه ميه نازله منها ليه؟ لما انا رفعتها على نار عاليه. هنا بقى بصل جوليان معايا وفلفل اخضر احمر اصفر. فلفل الوان المتاح عندك حطيه. انا ما كانش عندي غير الفلفل الاخضر والبصل فضفته. بس كده مش اكتر من كده. وهبدأ ان انا اقلب فيها ودقيقتين 3 كده وخلاص، واروح اطفي عليها النار. بس هنا كانت خلصت. هجيب بقى البلانشة او صينية اي حاجة وابدأ ان انا احشي. ولا هضيف موتزاريلا ولا هضيف صوصات ولا اي حاجة، هي مش كريب. انا هعمل كده زي ما انتوا شايفين كده معايا، بحيث ان هي تكون سندوتشات خفيفة ولذيذة.
وبرضه بصراحة أنا ما كانش عندي موتزاريلا، بس لو كان عندي ما كنتش هاضيف، يعني كاختلاف بينها وبين حشوة الكريب، بس مش أكتر. آخد بقى الطرفين كده أتنيهم على بعض، وأبدأ إن أنا أجفّل فيها، بس كده. إيه رأيكم؟ أيوه أهو، تحفة. شايفين أنتم العيش رقيق إزاي الخلطة باينة منه؟ أهو. والله العيش طري وحلو جدًا، اعتمدوا شوية مَيّة وشوية دقيق واعملي أحلى شاورما. أهو. واحد كمان تاني معاكم. حابة تقفّليه كده من الجناب قفّليه، حابة إنِّك أنتِ تخلّيه كده مفتوح زي ما أنا باعمله كده، عادي ما فيش مشاكل، زي ما تحبّوا تعملوا اعملوا، أنا بادّيكِ دي وبادّيكِ دي وكلّكم شطّار وعارفين. هنا كنت خلّصت الكمية بتاعتي، أنا طبعًا شِلت بقية العيش في الفريزر، أنا عملت كده كام ساندوتش وخلاص. هنا معايا جريل، إيه رأيكم بقى؟ الجريل بتاعتي ألمنيوم، إيه رأيكم؟ كُلّه تيفال وجرانيت وسيراميك ومش عارفة إيه، أنا بقى مختلفة ألمونيا. هابدأ بقى فيها معلقة زيت، وأبدأ إن أنا أطبّع الساندوتشات بتاعتي كده، بس واحد ورا التاني بحيث ليه تتطبّع، اللي هم إيه، الأولاد عايزينها تكون مقرمشة كده من برّه، فعادي ما فيش مشاكل، طلباتكم أوامر يا حبايب ماما. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، ونجعلنا كده دايمًا نعمل لهم الحلو كُلّه. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، حبيت أشارككم طريقة الشاورما، وده كان شكلها بعد ما خلصت، شكلها تحفة وجميل وكاتشب ومايونيز وأكلنا واللهم لك الحمد والشكر. ما تنساش الاشتراك في القناة يا حبيبي، ونفعل زر الجرس فضلًا وليس أمرًا، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.